بعد طول انتظار وفترة كبيرة جدا الناس بتستنى مواعيد دراسة بالنسبة للطلبة اللي هيدرسوا في أمريكا. خلاص النهاردة السفارة فتحت المواعيد على مستوى العالم وتقدر تحجز ميعاد المقابلة بتاعك دلوقتي. ولكن في حاجة مهمة جدا لازم تكون عامل حسابك فيها. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي بتاعك لازم تكون حاططها في الابليكيشن بتاعك وتكون عاملها بابليك علشان السفارة تقدر تشيك على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعك. حاجه مهمه جدا جدا جدا، لو انت ما نفذتش الشرط ده فانت هتترفض بدون اي تردد من السفاره، ومش هيدولك اي صلاحيه ان انت تعيد النظر في الطلب بتاعك. هترجع تقدم من تاني، هتدفع فلوس من جديد علشان تقدر تدخل السفاره مره تانيه. مواقع التواصل الاجتماعي هي اهم نقطه في الفيزا الدراسيه بالنسبه للطلبه اللي هيدرسوا في امريكا. مقابله السفاره الامريكيه هيبقى فيها تركيز كبير جدا 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 على مواقع التواصل الاجتماعي. مهم جدا ان انت ما تكونش عامل اي اكونت من الاكونتات اللي انت هتحطها في الابلكيشن بتاعك برايفت. لو عملت اي اكونت برايفت السفاره هتعتبر ان انت بتحاول تداري حاجه او تحاول تخبي حاجه عليهم، فهيدوا لك رفض علشان ما تدخلش اجراءات اداريه وتفضل الطلب بتاعك معلق لفترات طويله وما تبقاش عارف مصيرك فين. حاول ترتب الابلكيشن بتاعك على متطلبات السفاره وهتاخد قبول بسهوله جدا. ابدا في الاجراءات من دلوقتي، والمواعيد متاحه ولكن هي متاخره شويه، ولكن احنا نقدر نساعدك في الحصول على ميعاد مقابله في اسرع وقت.